السلام عليكم زمير، السلام ازيك؟ ورحمة عامله الله ايه؟ وبركاته. الحمد لله على السلامه. عامل ايه؟ تمام. اخبارك ايه؟ كويسه زي الفل والله. الحمد لله. احنا خلصنا على خير العمليه الحمد لله. العمليه استغرقت ساعه ونص. طبعا عمليه تصحيح بتاخد وقت اطول شويه، بيبقى فيها خطوات اكتر من عمليات البرايمري، العمليات الاوليه. الحمد لله على خير يا رب. الحمد لله هي خلصت الافاقه وخرجت الغرفه. احنا بعد ساعه من انتهاء العمليه الحمد لله هنطمن منها وناخد منها ريفيو. اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. زي الفل الله الوجع؟ يسلمك. لا الحمد لله مفيش حاجه الحمد لله. محتمل كويس؟ لا الحمد لله لغاية دلوقتي. النفس، الوعي؟ كله زي الفل الحمد كله زي لله. مش الفل حاسه الحمد بوجع لله. خالص ولا لا حاجه؟ لا الحمد لله. طبعا احنا جهاز البي سي اي او جهاز البيشنت كنترول ده انالجيسك، طبعا هو سحر بعد العمليه. الحمد لله مهم جدا بعد العمليه يكون موجود عشان الوجع ما يبقى محتمل او يبقى مفيش وجع خالص. يعني في تقنيه بتبقى مهمه جوه العمليات من المسكنات، بيبقى بروتوكول معين من دكتور التخدير بيظبط الجرعه حسب سن المريض وحسب وزنه وحسب حالته، عشان بعد العمليه يكون النفس كويس ويكون الوعي كويس ويكون الالم محتمل. الحمد لله احنا بعد ساعه من العمليه والحمد لله طمنتنا عليها، وان شاء الله تبقى طيبه وبخير وامورها بخير يا رب ان شاء الله. شكرا.